في الشتاء والجو برد جدا جدا. قمت بقى ايه، جيت بالليل قلت يا بنت قومي شغلي الفرن ده في الشقة. شغلت الفرن ده في الشقة، طلع في دماغي اعمل شوية معجنات كده حلوة نفطر بيها. وكمان ساعات بتيجي بالليل كده وانت سهرانة بتبقي جعانة وعايزة حاجة خفيفة، قلنا ناخد منها واحدة مع كوباية شاي بحليب كده حلو جدا. يعني تنفع في فطار وفي عشاء. نسمي الله ونصلي على الحبيب. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة ولايك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك. ولأول مرة أشوف قناتي يعني اسم سما عمر. جبت هنا كوبايتين من الحليب يكون دافي بسيط، عليهم كوباية من السكر، عليهم 2 بيضة، رشة كده من الفانيليا. حطيت كمان كيس من الخميرة بيعادل حوالي من معلقة وربع المعلقة ونص. تمام كده. هقلب كل المقادير الحلوة دي كده مع بعضها لحد ما ادوب السكر في الخليط ده كله. اهم حاجة ان احنا ندوب الخليط ده. بعد ما دوبناه معايا كده كيلو من الدقيق. تمام كده. نتأكد الأول إن السكر داب معانا والخليط كله اختلط ببعضه. نزلت كده بكيلو من الدقيق بالشكل ده. يا ريت لو لسه بتشاهد الفيديو ما تنسوش بلايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، واستنى منكم تعليق حلو. دنينا نقلب كده ونعجن في العجينة كده شوية لحد ما ما بدأت تلم معانا وبقت بالشكل ده. تمام. فاضل ايه بقى في المقادير معانا؟ فاضل المادة الدهنية اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ربع كوباية من الزيت، كمان نص كوباية من الزبدة. الزبدة بتخلي العجينة طرية جدا وحلوة أوي، طرية قلبها طري كده من جوه. تمام. ببدأ أقلب بقى المقادير ديت على أهدى سرعة معانا لحد ما كله يتشرب وتبقى العجينة بالشكل الجميل ده، طرية مطاطية معانا. هنشوفها دلوقتي. هتلاقيها عجينة مطاطية، شايفين عاملة ازاي؟ تحفة جدا. بجد بجد العجينة بسم الله ما شاء الله ممتازة. اسيبها بقى تخمر معانا، تاخد معانا حوالي ساعة، ساعة ونص حسب الجو اللي انت، الجو طبعا اللي من دول برد جدا فهتاخد وقت. بعد ما عدى ساعة كده واختمرت معانا، ببدأ اخد العجينة بقى قطع صغيرة او حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا هعمل النهاردة شوريك بطريقة حلوة جدا. الشريك معانا هعمله حجمه صغير. انت عايزة بقى تعملي حجمه كبير بتكبري قطعة العجينة. ببدأ اخد قطعة العجينة وببدأ الفها رول زي ما انتوا شايفين كده رفيع، وببدأ ابرمها بالشكل ده. ادي الرول بدل الف كده لحد ما الاقيها رفيعة معانا، ببدأ الفها كده دايرة بالشكل ده. هنعمل النهاردة الشوريك طبعا سهل جدا وطريقته سهلة، مفيش اسهل من كده. بقت بالشكل ده زي ما قلت لكم. عايزينه كبير بتكبري حتة العجينة دي، غير ان هو لسه كمان هيختمر معانا. وادي كمان واحدة هنعملها مع بعض. ببدأ ابرمها كده وببدأ ادخل الف الدايرة دايرة كده الفها كده بالشكل ده. تمام. هنعمل كمان شكل تاني، هنعمل الضفيرة. باخد 3 قطع كده من العجينة صغيرة وببدأ ابرم قطعة رول كده رفيع. ادي اول قطعة ببرمها رول رفيع بالشكل ده. مين لسه ما عملش لايك وبخل عليا بلايك في القناة بتاعتي؟ بصي، بعد ما عملت ال3 قطع ببدأ اقفلها كده من الطرف من فوق، اقفله كويس وببدأ اضفرها زي ما بتضفري شعر بنتك بالظبط بالشكل ده. هنسيبها بقى كمان تختمر لمدة من ربع ساعة نص ساعة. بعد نص ساعة معدة رحت جايبة عاملة خليط اللي انا هدهنه بيه، اللي هو عبارة عن بيضة، شوية كده من الحليب حوالي معلقتين، نقطة كده من الخل وفانيليا. وبعدين قلبت الخليط ده كله ببدأ ادهنها بالشكل ده. تدهنيها بعد ما تسيبها تختمر تاني من ربع ساعة نص ساعة. بعد ما بدأت تختمر كده شوية، طبعا الفرن عندي سخن مشغلاه ومسخناه. وبعد كده بروح جايه نازله عليه بشويه سكر كده من على الوش. بعد ما بتدهنيها، الشوريك طبعا بيحب السكر الكتير، بروح جايه رش عليه سكر. بدخلها بقى الفرن على درجه حراره عاليه وتكون الفرن سخن علشان تستوي معانا على طول ما تنشفش في الفرن. بقت بالشكل الجميل والسوا بتاعها ممتاز وحلو ولونها حلو جدا. ايه رايكم؟ طريه اوي وحلوه. وهنحتار بقى في حيرة الفطار بتاعت كل يوم، هنفطر ايه هنفطر ايه، وزينا من الجبن والبيض والكلام ده. ايه رأيكم؟ كوباية شاي بحليب بقى جنبها حلوة جدا. جربيها بجد حلوة قوي. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.